السلام عليكم. شلونك اخوي؟ شلونك عيني؟ انا تدري ابي اشتغل دليفر اخوي. على راسي. الله والديك. فكل ما اريد اتصل على احد او ادز رساله لازم اطبق. طبعا لازم انزع الخوذه لان التليفون ينفتح على بصمه الوجه. انزع الخوذه وكذا الا يشوفني الا ينفتح الا ادز رساله. تعبت وانا اسوق كل ساعه اطبق. فابن عمي قال سويها على بصمه الصوت. صحيح تصير. اي طبيت لقيتها بالتحديث. حلو. فيعني قال تقول مواليدك او اسمك اي كلمه تريدها وينفتح عليها. حلو. فانا فتحت التسجيل ضغطت على التسجيل اريد اقول مواليد ابني وكان كلب نبح علي. حلو. انا وخرت ايدي هذا سجل نبحه الكلب. حلو. ونسد التليفون. اي وهسه اريد التليفون ينفتح ماكو. اريد الكلب يفتحه. هاي الكلاب اللي بالشارع كلب على اليوتيوب كتب الصوت على حتى ينفتح. ما انفتح. وجيت اخوي كلب مثلا لو شنو؟ لا حشاك. شنو؟ بس هو ما ينفتح بعد الا على صوت كلب. اي حبيبي هاي يعني الصراحه هاي. اي يعني لازم نشوف اكو جراج ورانا. زين وين هو العفو؟ وين نبح عليك؟ مو من ناب المنطقه على القناه. شنو خط عنده شنو؟ لا نبح علي وطلع قبل. حلو. أي. حبيبي اكو جراج عندنا هنا. اي ورا بيكون كلاب. اي شوف الكبير مالتهم. اي هناك عنده فروه واسع. اي شوف بالك على يدلك عليه. لا اخويا بس اسمح لي على شغله رحمه على والدي. شوف انا جاي محترق دم وحاكيتك مو باستهزاء. انت جاي تستهزئ بي. يعني مثلا اروح احاكي لكلب اقول له كلب نبح علي. اقول لك يا ابن عمي جاي تقول لي ما لقيت كلب ما فتحت جيت عليك. اي لا مثلا نقول له ثرمته كذا اروح للكلب اقول له تعرف هذا الكلب يدي وياي يعرفه. الصراحه اي موبايلك يعني حاليا انت والكلب بس يلا يقدر ينفتح. الكلب الا النبح علي. الا الكلب النبح عليك يلا. رحم الله والديك اشوف لي كلب غيرك. شنو انت ما تستوعب.